النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري بالطريقة الأصلية. مش محتاج مقدمات. هنعمله بطريقة مختصرة ومرتبة على قد ما نقدر. وأهم حاجة إن الطعم يكون ألذ كشري عملتوه في البيت، سواء الصلصة أو الشطة والدقة. كل الخلطة مع بعض فعلا طعمها حلو جدا جدا زي اللي بيتباع في المحلات وأحلى كمان وأنضف. أول حاجة هنمشي بالخطوات اللي أنا عايزاكم تشتغلوا بيها علشان توفروا وقت وتخلصوه في أسرع وقت. اول حاجة هعملها عندي هنا هي العدس، وهو ده العدس اللي لونه بني ده. هحط عليه شوية مية كده وهنقعه، ودي اول خطوة هبتدي بيها، لان العدس ما بنقعه شوية كده بيقلل الوقت اللي هو محتاجه في التسوية، فهيستوي معايا بسرعة مع الرز والشعرية اللي احنا هنعملهم كمان شوية. ولو تقدروا تنقعوه قبلها بساعتين تلاتة يكون احسن. ولو ما عندكوش وقت انقعوه في شوية مية سخنة شوية كده لمدة ساعة على ما نجهز بقية الحاجات. وتاني حاجة عندي هنا هي الحمص. عندي هنا حوالي كوباية من الحمص نقعتها قبلها بليلة في مية، وتاني يوم غيرت المية بتاعته وهسلقه على النار. وبعد كده هضيف عليه معلقة صغيرة من الملح ورشة من الكمون. هيحتاج تسوية كده على النار حوالي ساعة الا ربع كده تقريبا. وتقدروا تخرجوا قطعتين كده كل شوية كده من الحمص وتشوفوا إذا كان استوى معاكم ولا لسه. وبعد كده هصفيه وهسيبه على جنب. هنحضر بعد كده البصل المقلي المقرمش الجميل، وهقول لكم ازاي يطلع معاكم مقرمش جدا جدا اكتر من اي مرة، وفي نفس الوقت هتقليه الاول علشان الزيت بتاع البصل هنستخدمه في تجهيز باقي الكشري. هقطع البصل بتاعي رفيع على قد ما اقدر، علشان البصل لو اتقطع سميك هيبقى صعب قوي ان هو يقرمش معايا، هيتحرق وهيفضل طري من جوه. وبعدين هحط له معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا وهقلبهم عليه علشان يمتصوا اي مية او اي سوائل حواليه، علشان يقرمش معايا كويس كده. وعندي بقى حلة صغيرة كده هرفعها على النار، وهحط فيها كده كمية من الزيت تكون كتيرة كده شوية، وهسيب الزيت بقى ان هو يسخن. وبعد كده هنزل بالبصل بتاعي. انا عايزة الزيت يغطي على البصل عشان يقرمش معايا كويس، وهفضل كل شوية هقلب فيه كده علشان ياخد لون موحد معايا لحد لما يوصل للون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اللون ده يعتبر ذهبي غامق او بني فاتح. اول ما يوصل للون ده بطلعه وهيبقى مقرمش، ما تقلقوش خالص. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده شكله بطلعه على مناديل علشان يمتص الزيت الزيادة. وده شكل البصل بتاعنا بعد ما قليناه. شايفين ما شاء الله باين عليه ان هو مقرمش ازاي. ما ترموش بقى باقي الزيت اللي احنا قليناه بيه، لان احنا هنكمل بيه تسوية بقية المكونات بتاعتنا. وهجيب حلة عندي كده وهرفعها على النار فيها مية بتغلي، وهنزل فيها بمعلقة من الزيت ورشة ملح كبيرة. والمكرونة اللي انا هستخدمها هنا مكرونة صغيرة، اختاروا شكل يكون صغير زي كده هيكون مناسب للكشري معانا بالشكل ده. والمكرونة الاسباجيتي بتاعتي مش هنحطها طويلة كده، لا، احنا لازم نكسرها الاول علشان الكشري بيتاكل بالمعلقة مش بيتاكل بالشوكة. هبدأ الاول بالمكرونة الصغيرة دي علشان بتاخد وقت اطول. والمكرونة بتتسلق على درجة حرارة عالية لحد لما تستوي معايا. وزي ما انتوا شايفين كده نزلت بالمكرونة الصغيرة، وبعدها بدقيقتين بالظبط هنزل بالمكرونة الاسباجيتي. هكسرها وهنزلها بالشكل ده، وهقلبهم مع بعض كويس جدا جدا لحد لما يكملوا سوا مع بعض. وايدي طبعا في المكرونة هقلبها كده كل شوية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وكده خلاص المكرونة استوت معانا. وبعد كده هصفيها وهحط لها كده معلقتين كده من الزيت وهقلبهم عليها كويس علشان المكرونة ما تلزقش منك. وتستنى بقى على ما اخلص بقى باقي المكونات بتاعتنا. وفي الحلة اللي بعد كده هنعمل فيها الرز والشعرية والعدس اللي احنا نقعناه من شوية. انا مستخدمة هنا كوباية من الشعرية، هحمرها دلوقتي. وهحط في الحلة شوية من الزيت بتاع البصل، وهننزل بالشعرية بالشكل ده، وهقلب الشعرية كويس جدا لحد لما تتحمر معايا. هقلبها كويس علشان تاخد لون موحد. قلبتها لحد لما وصلت للون اللي انتوا شايفينه ده.
يعني الشعرية بتاعتي بتبقى غامقة كده شوية عن الرز والشعرية اللي احنا بنعملها. وبعد كده هنزل على الشعرية بكوبايتين من الرز المصري. الرز هنا انا مش نقعاه، انا غسلاه كويس قوي علشان ما يعجنش مني. بغسله كده لحد لما المية بتاعته اللي بتنزل منه تبقى شفافة كده خالص وما فيهاش نشا كتير. صفيت الرز كويس من المية وهحمصه مع الشعرية بالشكل ده. قلبت الرز كويس وبعدين هنزل بالعدس بتاعنا. انا عندي هنا حوالي ربع كيلو من العدس. هما زادوا وحجمهم نفش كده بعد ما نقعتهم في المية. هنزل بالعدس بتاعنا على الرز والشعرية وهقلبهم مع بعض كويس. هقلبهم لحد لما التلاتة يتحمصوا كده مع بعض. هقلبهم كويس كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل عليهم برشة من الملح وكمان رشة من الكمون. وبعدين هنزل عليهم بالمية، وياريت المية تكون سخنة علشان الرز ما يعجنش مني. وما بحطش مية كتير، ودي بقى خطوة مهمة جدا جدا. انا هحط المية يا دوب مغطية الرز بس، شايفين الرز والعدس باينين من الحلة. والخطوة دي مهمة جدا جدا علشان الرز الكشري ساعات بيطلع معجن مع الناس كده. حاجتين مهمين هيظبطوه معاكي كويس جدا. اول حاجة يتحمص كويس اوي في الزيت اللي احنا حطيناه في الاول. تاني حاجة كمية المية اللي انا قلتلكم عليها. هغطي بقى عليهم بقى وهسيبهم يستووا على نار عالية لحد لما يتشرب المية بتاعته. خلاص بالشكل ده الكشري خلاص اتشرب المية كلها. هقلبه تقلبتين كده وهغطي عليه تاني وهنقله على نار هادية لمدة ربع ساعة يكمل سوا، وهيبقى مفلفل معايا. وكده الكشري خلاص استوى معانا خلاص وبقى مفلفل وحلو قوي. ونيجي بقى للصلصة بتاعتنا وازاي تبقى مظبوطة وتقيلة معانا. في حلة كده هرفعها على النار وهضيف فيها 3 معالق كبار من زيت البصل بتاعنا. وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. وهقلب التوم بتاعي لحد لما يدبل معايا كويس، لحد لما يوصل لونه للون ده. وبعد كده هضيف عليه البهارات بتاعتي وهي عبارة عن معلقة صغيرة من كل من كمون، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، بابريكا، والملح طبعا. وهسيب لكم مقادير التوابل في صندوق الوصف عندي. وهقلب بقى البهارات بتاعتي مع التوم تاخد تشويحة كده على النار بالشكل ده. وبعد كده هنزل عليهم من 5 ل6 كوبايات من عصير الطماطم وهقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هضيف عليهم معلقة صغيرة من السكر. معلقة السكر دي علشان الحموضة، انا متعودة اي صلصة بعملها لازم اضيف عليها معلقة صغيرة من السكر. وبعد كده هسيب الصلصة على نار هادية لغاية لما تتقل معايا وتبقى بالقوام ده. وده احلى تقل لصلصة الكشري، جميلة جدا جدا. مفيش لا احلى ولا اجمل من كده. ونيجي بقى لاخر حاجة احنا هنعملها وهي الدقة. والدقة دي طبعا لا غنى عنها، واحنا بنحاول نعملها بطريقة تكون حلوة كده وما نتعبش منها. هاخد كده معلقتين من زيت البصل وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة كده من الثوم المفروم. انا مش عايزة الثوم يتحمر معايا، انا عايزاه يا دوب يبيض كده وريحته تطلع معايا. وبعد كده هنزل عليه بقرن من الفلفل، وهنزل عليهم بنص كوباية من الخل وكوباية من المية. ضفت عليهم كده نص كوباية من الخل بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وكمان ضفت عليهم كوباية من المية. وكده تمام. التوابل بقى بتاعتنا بقى عبارة معلقة صغيرة كده من الملح. وهضيف عليهم بقى شطة حسب الرغبة. ومعلقة صغيرة كده من الكمون. وهقلبهم مع بعض كويس وهسيبهم بقى يغلوا غلوة كده على النار. ودي أحلى دقة ممكن تاكلوها مع الكشري. وأول ما نشم ريحة الدقة كده في البيت يبقى فيه كشري رسمي كده في البيت. كده تمام. وانا كده جمعت المقادير بتاعتي بالشكل ده، كل المقادير اللي انا عملتها. تقدري بقى تعملي اطباق لكل فرد او ممكن تقدموه كده في صينية كبيرة على حسب ما تحبي تعمليه. زي ما تحبي ممكن تعملي اطباق صغيرة كده لولادك، وممكن تعمليه زي في سيرفيس كبير بالشكل ده والعيلة كلها تاكل منه. انا كده غرفت كده شوية رز كده في الارضية وعليهم شوية كده من المكرونة بالشكل ده زي ما انت شايفين.
وهنزل عليهم كده بشوية من الصلصة وشوية من البصل، وطبعا اللي انت حابة تعمليه على حسب ذوقك وعلى حسب ما انت عايزة تعمليه. وكده خلاص الوصفة بتاعتنا كده خلصت بتاعت النهاردة. اللي عجبه الكشري بتاعي يدخل بقى يعمل لي لايك، واللي مشتركش عندنا في القناة يدخل بسرعة بسرعة علشان يشترك عندي في القناة. هيكون عندنا حاجات حلوة كتيرة قوي 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 الفترة الجاية. واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.